السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدين قناه شيوات زينه، اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حلوه ديال ريشبوند، ولكن غدا نقدمها بثلاثه ديال الاشكال المختلفه وكتجي رائعه، واحد ينسيكم في الاخر. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه، عندي زلافه ديال السكر كلاصي ما يعادل 200 غرام، عندي جوج بيضات، عندي قبصه ديال الملحه، جوج خمارات ديال الحلوى الوزن ديالهم 8 غرام الوحده يعني 16 غرام، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه، ودقيق حسب الخليط. اول حاجه كناخذ الزبده ديالي كنبدا نخدمها، كنضيف ليها السكر كلاصي، كنضيف ليها كاس الزيت، وكنبدا نضيف في البيضات اللي عندي. كذلك قبيصه الملحه، وكنبدا نخدم الخليط كامل. كندير ليها الطريقه هكا باش الزبده كتنسجم مزيان مع المكونات. الا كانت الزبده قاصحه راها كتعذبنا شويه في الخدمه. نصيحه بالنسبه لجميع الحلويات بانواعها، صابلي ولا بحال غريبه ولا هاد الحلوى دريشبوند كاملين، الا بغيتي البنه خدميه بالزبده ديال العبار، الا بغيتي البنه كتجي لذيذه بزاف واخا زايده الثمن. اما الا بغينا نقتصدوا شويه وخدمنا بالزبده ديال التوريق ما كتجيش نفس اللذه. تنبدا نخدمها مزيان بيدي حتى تيولي عندي الخليط كريمي على هذا الشكل هذا. عاد كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا وبطبيعه الحال مع الخمارات بجوج ما ننساهمش. دابا كما قلت لكم غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا مع الخمارات. غادا نستمر نضيف الدقيق حتى يتجمع ليا الخليط مزيان. خليط دقيقة مازال كنضيف الدقيق حتى تجمع ليا العجين. فالي انت تخرج شاف عمر، تولي شاف عمر. شنو كنصايب انا دابا؟ شنو كنصايب؟ كنصايب حلوى. من بعد ما جمعت العجين هانتوما كما كتشوفوا ما كتجيش قاشطه بزاف وكتجي مرخوفه، غير كتحطي على صبعك كتهبط. دابا غادا نقسمها على 3 ديال الكرات. شويه غنقسمها ل 3 ديال الكرات وغنوريكم الشكل اللي غادا نحضر بها. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه واحد 4 ساعات تقريبا، دابا غنبدا نشكلها كويرات. دابا غادا نبدا نشكلها كويرات كما كتشوفوا. انا راه باديه الخدمه. هاد الكويرات يكونوا صغار، انا راه عندي هنايا البيض وعندي كذلك الخمارات، يعني راه كينفخوا داك القياس اللي درت غينفخوه، نديرو ملي صغار. هذا بالنسبه للثلث الاول ديال العجين.
نحاولوا نديروهم قياس واحد يكونوا متساويين. من بعد ما كملت من تشكيل الكويرات، دابا غادا ناخذ لاطه الفرن، غادا نوضع عليها بابي كويسون، وغادا نوضع دوك الكويرات. ما نبعدهمش بزاف، يعني ماشي كاع كيكبروا بزاف، وكذلك ما نقدر ندير بابي كويسون نقدر ما نديروش، راه فيها الزبده فيها الزيت، ما نخافش منها، نقدرش غير شويه دقيق فقط. غير هاد بابي كويسون صراحه كيحافظ لينا على اللاطه ديال الفرن، تيخليهم نقايه. غنستمر حتى غنكمل، غندخلهم الفرن يطيبوا مزيان من التحت، عاد نشعل عليهم يتحمروا من الفوق، ولا ندير حراره متوسطه ونشعل من الفوق والتحت ونخليهم، ماشي مشكل. بالنسبه للثلث الثاني هو كذلك غادا نديرو على شكل كويرات، ولكن غادي يكون في حجم اكبر شويه على هذا الشكل هذا. العجينه مع الحراره دغيا كتقصح لينا، فمن الاحسن نخدمو بها وحنا كنوضعوها في بلاستيك. غادا نستمر حتى غنسالي اللي عندي باش ندوز للثلث الثالث في العجين. بالنسبه لهذا الشكل الثالث اللي تبقى ليا هنايا، انا غادا نخدموه بالمول ديال السيليكون هذا على هذا الشكل هذا، تقدروا تخدموه باي مول او طابع. فصراحه هاد لي مول ديال السيليكون تيساعدوا بزاف، كيهنيوك ديريه ليعه بحال هذا الشكل هذا، صافي كيترسم بحال هذا كيطبعتيه، ومن بعد تقدري تحيديه وديريه في لاطا يطيب، ولا تدخليه نيت هكا بالسيليكون ديالو. انا غادا نحيدو نديرو في اللاطا، غندخلو يطيب. نضغط عليه مزيان باش ياخذ الشكل. انا غنستمر في العمل ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوهم. من بعد ما تحمرات ليا الحلوه، ها نتوما كما كتشوفوا تحمرات مزيان وطابت، غادا نديرها مباشره في الكونفيتير وهي سخونه كما كتشوفوا. انا الكونفيتير عندي هنايا ماشي هذاك اللي عاقد، يكون هذاك اللي كيكون جاري خفيف، وزدت عليه عصير ليمونه كيعطيه واحد المذاق رائع. زدت عليه عصير ليمونه كيعطيه واحد الذوق رائع جدا. غنحاول نضغط عليها مزيان، نخليها تشرب الكونفيتور مزيان. غنهزها، غنحاول نلاقي وحده مع وحده على هذا الشكل هذا، ونديرهم في الكوك مباشره كما كتشوفوا. هانتوما كتبقى شاده راسها. مذاق الليمون في الكونفيتير تيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف على هذا الشكل. كنستمر حتى كنكملها. الا كانت عندنا هنايا ريشبوند سخونه ماشي مشكل نستعملوا الكونفيتور يكون بارد. اما الا كانت ريشبوند اللي جبدنا من الفران خليناها واحد المده، فمن الاحسن اننا نسخنوا
غنستمر انا ونتلاقاو في الشكل النهائي. بالنسبه للشكل الثاني اللي درتو على شكل كويورات كبار شويه، انا غنديرهم مباشره في الشكلاط على هذا الشكل. انا هنا غنفرشها بلاستيكه فوق منها الرخامه. غدا نستمر، مازال غنزينهم. انا غدا نزين نوريكم طريقه التزيين باش نستمر نكملهم وعاد نرجعوا. غناخذوا شي بوش غنديروا فيه، ناخذوا بوش جاي بحال هواني او بلاستيك، انا هنا نخدم في البلاستيك. غادي نوضعوا فيه الشوكولاط ابيض درناه في حمام مريم، وغدا نبدا ندير هنا دائره ولا حلزون ولا اس اللي بغيت، الشكل اللي بغيت. غدا نحاول نمزج داك الشوكولاط الاسود مع الابيض على هذا الشكل هذا. كندير نقيطات ومن بعد كنحاول نمزجهم هكا. ونخليكم انا نستمر نكمل حتى نتلاقاو مع الشكل النهائي. هانتوما كما كتشوفوا عجين واحد خرجنا منه 3 ديال الاشكال، واحد انستيك في الاخر، لذاذ بزاف، الشكل زوين بزاف. كنتمنى تجربوهم يعجبوكم وتردوا علينا ان شاء الله. بالنسبه لهذا الشكل ما وريتكمش، انايا هنايا زينته بالكونفيتور ديال الفريز، زدت عليه معلقه الكليكوز وغليته شويه باش عمرتهم. بالنسبه اللي ما عندوش المول ديال السيليكون كما قلت لكم اولا الطابع، يقدر يديرها على شكل دائري ويضغط عليها بشي قلم ولا شي حاجه باش تشكل عنده هذه الحفره هذه ويعمرها. كما كتشوفوا تقدروا توجدوهم بلا طابع كما قلت لكم. وبصحه وراحه، ونتلاقاو مع وصفه جايه ان شاء الله.